والبدع كلها ضلالة بدون استثناء. البدع في الدين التي لم يسبق لها شرعية كلها ضلالة، وكل بدعة ضلالة. هناك وسائل، أما المقاصد فلا إشكال في أنها غير قابلة لإدخال أي شيء فيه، لكن وسائل مثل هذه المكبرات مثلا محدثة وتستعمل في عبادة. جمع من أهل العلم توقفوا فيها فلم يستعملوها هذه المكبرات، يقول نتقرب إلى الله جل وعلا بمحدث ما يمكن، وماتوا على ذلك مع أنهم أئمة خطباء علماء كبار ما استعملوا هذه المحدثات، لكن مع الجموع الغفيرة لا شك أن مصلحتها راجحة، ولذا أهل العلم تواطؤوا على استعمالها. لكن ينبغي أن ننظر إلى القول الآخر أيضا نظر اعتبار، نعم، ليس عاريا عن الصواب من كل وجه، لكن الحاجة داعية، فيبقى أنه ينبغي أن يكون استعمالها بقدر الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. ونجد بعض الأئمة يستعمل هذه المكبرات ويرفع عليها رفعا يقلق المصلين ويشوش على الناس، ويستعمل المؤثرات كأنه ملحن تردد الصوت من أجل إيش؟ يخي الأصل في هذه الأمور المنع، هذه أمور المحدثة، لكن احتيج إليه إمام ما خلفه إلا 2 أو 3 ويرفع على المكبر ومؤثرات ومدري إيش، علشان إيش؟ مثل هذا لا يحتاج إلى مكبر. الشيخ عنده 5 طلاب 10 طلاب يحتاج إلى مكبر، لكن كثر الجمع بدلا من المستملين عند أهل العلم في السابق يحضر الجموع الغفيرة، لكن يبلغ الصوت بالاستملاء، المستملي يقف واحد هنا وواحد هنا، واحد بعيد واحد ثالث ورابع وعاشر بقدر الجمع الذي عنده، فيبلغ يقول الشيخ كذا ثم ينقله الأقرب ثم الأبعد ثم الأبعد وهكذا. فهذه بقدر الحاجة تستعمل.